لامين يامال اللاعب الاسطوره اللي صراحه فهمت انا ما عنديش معاه ماشي زعما حقد عليه حيت دار شي حاجه اللي كبيره في عمر صغير، ولكن ما مقبولش داك السيد، ما مقبولش. علاش؟ الله اعلم. انا ما تيدخليش الخاطر ديالي حيت كيدير شي سنات اللي فهمتي ما عندهم حتى معنى، بحال اللي تيحس براسو. ومازال غنضرب شي لعيبات مهمه علينا دابا حنايا. سوف نرى ماذا هناك، حيت انا يلا باغي نقلب على هذا البلان ديالو نشوف كيفاش، حيت يلا سامع راه ما مسكريبتين ما والو، يلا سامعين بالبلان ديال الاسطوره اللي ما اسطوره ما والو. يجي عاوتاني الجمهور ديال البارسا ديال 4 ريال فيسكا بارسا فيسكا القلب. تخيل دابا خونا يلا وصلت 18 عام ودايره دروينه كامل. ومرتونا حنا بغينا العامره صاحبي، مالنا حنا نتعدوا معكم هنا. فوالا هادشي اللي بغينا صاحبي. يبا بريس صاحبي ما تخيبش ليا مع فيتا، قال له واحد الشروط اللي بيزار الصاد الرجل. حنا قرينا هادشي طلع لنا في راسنا. وخلال مشاركتها في برنامج صرحت كالفو انها تلقت عرضا ماليا يتراوح بين 10,020 الف يورو لحضور الحفل، لكن بشروط صارمه ابرزها ان تكون شقراء والضائله صاحبي، وتتوفر على مواصفات جسمانيه محدده الى جانب الالتزام. لا نعرف واحد النقطه، الى جانب الالتزام بلبس معين مع منع تام لاحضار الهواتف. واحد اللقطه هنا قال لهم ذاك الحفل ديالو ما من حق حتى شي واحد يصور من غير هو، قال لهم ممنوع التصوير من غيري انا. فقد لقد شعرت ان الامر اشبه باختيار عارضته فوق كتالوج. هاد اللعيبه الدراري راه مابغوش يعيقوا هاد ديال المواصفات الجسمانيه محدده. قال لا خص راكم عارفين بلا ما نحتاج نوضح، خص يكون عندها صدر كبير مؤيلات راكم عارف. لم يكن عرضا مغنيا بل اشبه بشيء غريب او غير مريح فرفضت فورا. صراحه احدثت صدمه في اوساط المتابعين خاصه مع التسريبات اللاحقه تحدث عن دعوه اشخاص من ذوي القامات القصيره اضافه الى جو من الترفيه وفي خطوه وصفت من طرف عدد من النشطاء الاعلاميين بالمهينه وغير الاخلاقيه بل مخالفه لقوانين بعض الدول الاوروبيه. موقف سبورتال الرياضي بدوري اشار الى ان الحفل تم تنظيمه في سريه تامه حيث لم يكشف عن مكانه الا قبل يوم واحد، كما خضع المدونين لاجراءات صارمه شملت مصادره كل اجهزه التصوير. هذا البلان اللي كتكون الدراري بينما تولى المصورون محترفون توثيق الحفل بشرط عدم نشر اي صوره دون موافقه شخص لامين يامال. والى حدود الساعه التزم اللاعب وعائلته صمتا تاما حياله ما تم تداوله ما زاد من غموض القضيه ودفع كثيرين الى مطالبه بتوضيح رسمي، خصوصا ان لامين يامال يعد من ابرز المواهب الصاعده في كره القدم الاوروبيه وينتظر منه ان يكون قدوه مستقله. الظاهر الدراري شوف هاد الهضره هذه مازال غدوز ليا وغادي ترجعوا للهضره ديالي. شنو نكون واحد البلان لامين يامال هاد اللاعب هذا ما غاديش يكمل في الكره. هاد الهضره عاوتاني نعاود نكرر، يجودوا لوريس ومربع دوك البارساويين ديال والو يقول لك لا انت حاقود كذا والظاهر مان ما سوقيش اصاحبي. انا راه في المغرب هذاك راه لهي انا هنايا. تخيلي بمناسبة 18 عام ديالو اللي حضروه بزاف ديال السيليبريتيز، ولكن الحفلة صلت بالمشاكل. جمعية ADDO الإسبانية خرجت بلاغ كتندد فيه بتوظيف الناس اللي عندهم القزامة كوسيلة للترفيه في الحفلة، وقالوا بلي هادشي فيه إهانة لكرامة الإنسان ومخالف لقوانين حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة اللي كيستحقوا حتى هما الاحترام وماشي السخرية. وأكدت أنها غتلجأ للمحاكم. وماشي غير هادشي، خرجوا تقارير صحفية كتقول أنه كان باغي يستدعي 10 البنات بمواصفات محددة مقابل كيوصل حتى ل 20,000 أورو. جاكم هادشي عادي ولا مبالغ فيه ويقدر ياثر على الجانب الرياضي اللاعب يلا في البدايه ديالو. لامين يامال هاد الهضره ديجا قلتها الدراري فهمتي. هاد البلان ديال اثر ليه هادشي هذا يفرعوا واقسم بالله عرفتي الا في حاجه وحده فهمتي. الا طرات على هاد البلان اللي كيديروا دري عقل زعما وبن كبير راه ما غاديش يطيح في هذا اللهم ارد. اما الا مشى بحال هكا وحق الرب ما يطول انا شنو نقول لكم انا ماشي غادي تضرب الكارير ديالو غيولي يطيح اصاحبي. اخوان تنظنوا خير بركه علينا فهمتي. حنا الخلاصه هي اننا بغينا نقولوا بلاد اخوان هذا اللي سميتو لامين يامال اللي بالمناسبه انا ما كنتش كنعرفو فهمتي. هذيك الهضره ديال اللي يجي بنادم يمرض ليا كرانه يقول لك لا واه ما لا واه انت شكون انت بعدا غير باش وفاكيو. اي واحد تيفكر بهذه الطريقه فاكيو ما تنعرفوش حيت ما كنستافد منه التقلوب. هذه هي الهضره الحقيقيه. باش تجي تحمق ليا راسي تقول لي لا هو علاش ما كتعرفوش راه لا. هذه هضره غير لهذوك اللي غايقولوا زعما اللي غايهضروا